فيديو اليوم بعنوان افضل موبايل بيشغل بابجي 90 فريم. جايب لكم جهاز مميز جدا في تشغيل بابجي، موبايل 90 فريم وبيقدر يشغل جميع الالعاب باستقرار كبير جدا، غير انه بيجي بكاميرات تصوير مميزة. والجهاز ده هو شاومي مي 11 تي. فتعال نشوف مواصفات الجهاز، لكن قبل البدء انزل حط اللايك في المتين ويلا بينا ونقول بسم الله. جهاز اليوم جاي بمعالج قوي ومتميز جدا وهو دايمنستي 1100، وهو معالج قوي جدا وقادر على تشغيل جميع الالعاب وبابجي بشكل مستقر جدا. مش هتواجه معاه اي لاج او دروب فريم في الجيم بلاي، يعني معالج قوي جدا ويقدر يشغلك بابجي بكل سهوله وبكل اريحيه، ومش هتواجه معاه مشاكل كتيره في اللعب. وغير ذلك فالجهاز بيجي بشاشه اموليد 120 هرتز مميزه جدا، وبيجي بمعدل بكسلات يصل الى 395 نتس. تعتبر شاشة مميزة جدا لأنها جاية أموليد وجاية بمعدل تحديث عالي 120 هرتز، وكمان سطوعها يعتبر سطوع مقبول ومتميز جدا في نفس الفئة السعرية اللي نازل فيها الجهاز. ثالثا الذاكرة والرام. الجهاز بيجي بنسختين من الذاكرة والرام، النسخة الأولى 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والنسخة الثانية بتأتي 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. وننتقل سريعا إلى البطارية والتي تأتي 5000 ملي أمبير، وتعتبر بطارية ممتازة جدا وهتقضي معاك اليوم مستريح لو انت ما ضغطتش عليها في اللعبة. لو ضغطت عليها في اللعبة ممكن تقعد تلعب 4 ساعات او 5 ساعات والبطارية مش هتقولك لا. لكن المهم هل الجهاز متوفر في مصر حاليا؟ صعب، لكن الجهاز بينزل في مواقع زي امازون ونون وعلي اكسبريس، وبيكون في عروض مميزة جدا على علي اكسبريس. ممكن تلاقي الجهاز في مصر عامل 15,000 جنيه، او متوفر في الاسواق وعلى مواقع تانية معدي 15,000 او 16,000، وتلاقي في عرض نازل على علي اكسبريس ان الجهاز ب9,000 جنيه زائد الشحن والتوصيل. فكل يتابع هناك، في عروض قوية جدا على علي اكسبريس. تابع هناك وهتلاقي اجهزة كتيرة جدا مميزة جدا وبسعر رخيص. لكن ما تشتريش اي جهاز غير لما يكون عليه عرض مميز جدا زي ما انا بكلمك دلوقتي. وننتقل لاهم حاجة وهي سعر الجهاز. لو انت رايح تشتريه في مصر ولقيته في مصر، سعر الجهاز بيتراوح حاليا ما بين ال11 وال12 الف جنيه. اما في الامارات فالجهاز عامل 1300 درهم اماراتي، وفي السعودية عامل 1500 ريال سعودي لاعلى نسخة. وبكده يكون انتهى فيديو اليوم. لو عندك اي استفسار تواصل معي من خلال التعليقات، ولا تنسوا الدعاء لأهلنا في فلسطين. دمتم في رعاية الله.